شوف الإلحاد ثلاث أنواع. في إلحاد عقلي، أنا بسميه إلحاد في العقل، ده عنده شبهات، عنده مسائل عايز يعرفها. في نوع تاني من الإلحاد اسمه إلحاد الشهوات، ده عنده مشكلة في قلبه، ده أصلا بيحاول يقنع نفسه بالعافية بالإلحاد. ده عنده مشكلة في الشهوات، ده عايز يفجر، عايز ينطلق في الحياة، عايز يعيش حياته من غير تأنيب ضمير، من غير ما يحس إن فيه حساب وفيه آخرة، فبيقنع نفسه بالعافية إنه بيلحد. النوع الثالث بقى، وده نوع للأسف موجود كتير، وقد يكون فينا إحنا وحوالينا وفي ولادنا ومننا ومن اللي سمعيني دلوقتي، إن أنا يكون أنا اتولدت مسلم بس ما اخترتش الإسلام. انا عارف ان يعني إن قالوا لي لا اله الا الله محمد رسول الله، ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون بيروح الجامع، ممكن بيقوم بيعمل خير، ممكن قلبه طيب، ممكن بيحب فعلا الاسلام وبيرتاح مع القران وكده، لكن من جواه هو مش مقتنع فعلا بالاسلام.